في عالم الطب ثمة حالات صحية تصنف على أنها نادرة، ولكن حين تطل برأسها تفوق الخيال رعبا. من قلب ولاية معسكر غرب العاصمة الجزائر خرج إلى العلن مشهد صادم انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وثقه أب بعدسته من داخل إحدى غرف منزل عائلته. مشاهدينا، أطفال يرقدون على الأرض مباشرة ملفوفين بأكياس بلاستيكية. مشهد غريب، أليس كذلك؟ ولكن الصدمة لم تكن في ذلك فقط، بل في السبب وراء تغطيتهم، وهو الديدان. ديدان تخرج ببطء من أجسادهم، نعم، ديدان حية تتحرك فوق الجلد مباشرة. مشاهدينا، المقطع كذلك وثق حالة الأم المستلقية في زاوية غرفة أخرى وأصابها ما أصاب أطفالها. الأب تحدث في الفيديو عن الأعراض التي وصفها بأنها شديدة وغريبة ونادرة الحدوث. لنشاهد معا الفيديو مع الاعتذار عن عرضه بتفاصيله الدقيقة لمحتواه الحساس. هذا الأمر اللي نوريه لكم إذا كان من عند ربي يا مرحبا به، ولا كان من عند العبد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عائلة كومبلي راهي ترقد على الطواسيري في هذا العز تاع الصيف، ترقد في الطواسيري يخرج منها هذا الدود. فور انتشار الفيديو وتحوله إلى حديث الساعة، سارعت مصالح الصحة في ولاية معسكر إلى التدخل، وبعد ساعة قليلة نقل أفراد العائلة إلى إحدى المصحات لتلقي العلاج والمعاينة الطبية العاجلة وسط صدمة الشارع الجزائري من هذه الحالة. ما تشخيص حالتهم الصحية تلك؟ تفاصيل حالة العائلة الطبية لم تعرف بعد. مشاهدينا، ما قصة ذلك السحر؟ هل هذا مرض نادر الوجود؟ لنرى ما قاله رواد مواقع التواصل الاجتماعي. بداية مع سميرة عبد القادر التي كتبت: لا توجد حالة طبية واحدة معروفة بشكل واسع أو مؤكد يمكن أن تصيب عائلة كاملة وتسبب خروج الدود من الجسد بشكل عفوي. هناك أمراض مشابهة، ولكن قد يكون المشهد مبالغا فيه أو تم تصويره بطريقة درامية لأغراض الاستعطاف أو جذب الانتباه على الفيسبوك. ننتقل للتدوينة التالية. باسل برأيه أنه سبب المرض هو المأكل أو المشرب، ويقول يجب فتح التحقيق مع لازم أهل الدار يقولوا منين كانوا يشربوا أو يأكلوا، وألا تعم كارثة في البلدية أو الماء راهي كارثة. على البلدية تنظيف الحي وتطهير البيت ومراقبة المتاجر وعزل المرضى. في حين يعلق عبد الباري على طريقة تغطية العائلة للمرضى، ويقول أن الطريقة اللي مغطين بها في البلاستيك في عز الحر ستزيد من انتشار الدود، ويتمنى أن ينبهوا الأم. أما مصطفى فتمنى الشفاء العاجل للعائلة ورد على مؤيدي نظرية السحر بقوله: أتمنى أن لا يتم الترويج لنظريات غيبية في حين أن التفسير الطبي متوفر. يذكر مشاهدينا أن خروج الدود من الجلد قد يكون نتيجة للإصابة بداء النغف أو داء التنينات، وهما نوعان من العدوى الطفيلية. في داء النغف تتسبب يرقات الذباب في غزو الجلد والأنسجة الأخرى، بينما في داء التنينات تخرج دودة غينيا البالغة من خلال تقرحات في الجلد.